السلام عليكم مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد وخبر جديد. تفاصيل مقتل المحامية أمل العبرية أمام محكمة السيب. نشرت منصات اجتماعية صباح يوم الأربعاء تفاصيل مقتل المحامية أمال العبرية أمام محكمة السيب في نبأ شكل صدمة كبيرة لقطاع المحامين العمانيين ولكافة عموم الشعب العماني، حيث حضرت على الفور دوريات الشرطة السلطانية إلى مسرح الجريمة لمعاينة الواقعة والوقوف على تفاصيلها وحيثياتها الكاملة. وقال شهود عيان أن طليق المحامية أمل العبرية أقدم على قتلها مستخدما سلاحا أبيض، حيث سدد لها عدد من الطعنات بالقرب من محكمة السيب أثناء توجه المغدورة إلى قاعة المحكمة لإتمام عملها، حيث تعمل المحامية أمل العبرية في مكتب الدكتور أحمد الجاهوري. وأوضح الشهود أن طليق المغدورة أقدم على طعنها من الخلف في بداية الأمر، ومن ثم قام بتسديد عدد من الطعنات لجسدها بالقرب من محكمة السيب، حيث حاول عدد من المواطنين ثنيه عن استكمال جريمته إلى أن محاولاتهم باءت بالفشل. وبين الشهود أن طليق المغدورة أمل العبرية فر من مكان الجريمة قرب محكمة السيب في وقت وصول سيارات الإسعاف لنقلها إلى أحد المستشفيات القريبة في محاولة لإنعاشها وإنقاذ حياتها، إلى أن الأطباء أقروا بوفاتها بعد تسديد طعنات قاتلة لها في جسدها. رحم الله الفقيد وألهم ذويها الصبر والسلوان. إن لله وإنا إليه راجعون.